السلام عليكم ومرحبا بكم مرة جديدة في مطبخ التبارية. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم لاير كيك اللي يمكن لكم تحضروها في أعياد الميلاد وجميع المناسبات بمكونات جد بسيطة. اختاريت اليوم هذا الشكل اللي كيجي بسيط وراقي. إن شاء الله من خلال الفيديو غادي تشاهدوا جميع التفاصيل من الجينواز إلى طريقة التزيين. وبسم الله على بركة الله. أول حاجة كنحضروها هي الجينواز اللي سبق لي شاركتها معاكم. غادي نخلي لكم رابط تحضير الجينواز هنا في الفيديو الفوق وفي صندوق الوصف. ومن الأفضل تحضروها قبل بليلة وكتخليوها حتى كتبرد وكديروها في بلاستيك غذائي وتخليوها في الثلاجة باش تجينا سهلة في التقطاع، ما تفرتش لينا ملي نقطعوها. وتنقطعوها بهذه الطريقة، بهذه القطعة الخاصة بالكيك تجي سهلة وتتعطيني نفس السمك. وإلا ما كانتش متوفرة عندكم يمكن لكم تعبروا السمك بمسطرة وتقطعوها بالسكين المسنن أي المنشار يكون ماضي مزيان. ويمكن لينا نقطعوها على 4 أو 5 القطع. أنا قطعتها على 5. وغادي نحضروا الحشوة اللي غادي نديرو في الكيك. في إناء كنديرو علبة ديال الجبن كريمي بيرلي وتنضيفو ليه نص لتر ديال الكريم فريش، الكريمة السائلة للخفق. وكنطربوه بالطراب الكهربائي. في الأول كنطربوه بسرعة منخفضة ومن بعد غادي نزيدو في السرعة. أنا كنستعمل كريم هولالا الحلو، ما غاديش نضيف ليه السكر سنيدة. إلا ما كانتش الكريمة حلوة غادي تضيفوا ليه 60 غرام ديال السكر. تنضيف عليه بيرلي اللي تيخلي الكريمة تتبقى متماسكة مزيان. ونستمروا في التطريب حتى يطلع لينا الكريم ويولي قوامه متماسك وناعم بهذا الشكل. صافي إلا وصل لهذا القوام ما كنزيدوش نطربوه اكثر حيت غادي يطيح وما يبقاش متماسك. وبالاضافه للكريمه اليوم انا اختاريت نحشي الكيك بالاناناس المعلب. عندي هنايا علبه متوسطه ديال الاناناس، غادي نصفيوه من الماء ديالو مزيان ونخليو الماء نسقيو به الجينواز. وكناخدو قطع الاناناس ونقطعوهم على شكل قطع صغيره بحال هكا. وما تنساوش تشتركوا في القناة، وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع الأحباب والأصدقاء. وصافي دابا من بعد ما وجدنا كل شيء غادي نمشيو للمونتاج. أول حاجة غادي نديرو السوكل أو القاعدة فوق الصحن الدوار بلاطو تورنونت، وكنديرو في الوسط ديالها شوية الكريم باش نثبتو القطعة الأولى ديال الجينواز، وكنسقيوها بالسيرو بهذه الطريقة. انا سقيتها غير بالماء ديال الاناناس المعلب كيجي زوين بزاف. وكنديروا طبقه اولى من الكريمه بهذه الطريقه، كنسرحوها فوق الجينواز بشكل متساوي بحال هكا. وتنديروا الكريمه بجيب حلواني على جوانب الجينواز بشكل دائري بهذه الطريقه. نديروها بهذا الشكل باش ما تخرجش لينا الحشوه من الجناب. وغادي نديرو الوسط قطع ديال الاناناس، ويمكن لكم ديروا اي نوع ديال الفواكه المعلبه بحال الخوخ والمشماش. انا تندير الاناناس حيت تعجبني وتيجي المذاق ديالو زوين وبنين بزاف. ومن بعد تنديروا طبقه اخرى ديال الكريمه وكنسرحوها مزيان بهذه الطريقه كما كتشاهدوا. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وبنفس الطريقه غادي نديروا الطبقه الثانيه ديال الجينواز وكنسقيوها بالسيرو
الا ما بغيتوش ديروا السيرو ديال الاناناس كديروا كاس سكر سنيده وجوج كيسان الماء وقطعه ديال الحامض وتتخليوه واحد 5 دقائق فوق النار حتى يطبخ مزيان وتتخليوه حتى يبرد وتستعملوه. وتنديروا طبقه ديال الكريمه ونسرحوها مزيان وتنديروا مره اخرى حواف ديال الكريمه بجيب الحلواني وتنديروا طبقه اخرى ديال قطع الاناناس الوسط ثم تنديروا طبقه اخرى ديال الكريمه ونسرحوها مزيان وكنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا الطبقات اللي عندنا. انا هنا درت 5 طبقات ديال الجينواز و4 طبقات ديال الكريمه. ودابا كنديروا اخر طبقه من الجينواز وكنسقيوها بالسيرو. ومن بعد ما كملنا المونتاج في الاول غادي نغلفوا الكيك طبقه رقيقه ديال الكريمه من الفوق ومن الجناب ديال الكيك كنسرحوها عليها مزيان باش ما يبقاش يلصق لينا تفرتيت ديال الجينواز وتندخلها للثلاجه واحد ساعه على الاقل. ونفس الكريمه اللي درناها في الحشو غادي نديروها للتغليف. كنديروا علبه ديال بيرلي وكنضيفوا ليها نص لتر كريم فريش وكنضربوه مزيان بالطراب الكهربائي حتى كنحصلوا على كريمه ناعمه ومتماسكه. وغادي نقسموها على جوج، النص غادي نخليوه في الابيض والنص الثاني غادي نزيدوا ليه ملون غذائي في الموف البنفسجي. ويمكن لكم تضيفوا اللون اللي بغيتو وكنخلطوها مزيان حتى كيوضح اللون في الكريمه. ودابا غادي نديرو طبقه غليظه من الكريمه بجيب الحلواني. كنديرو النص ديال الكيك في الابيض والنص غادي نديروه في الموف. كندوروها على الكيك كامله بهذه الطريقه وكنديرو طبقه من الكريمه من الفوق ديال الكيك بحال هكا. ومن بعد ما غلفنا الكيك مزيان بالكريمه غادي نحاولوا نقادوها من الجناب بهذه الطريقه. كنستعملوا قطاعه او ليسور بحال هادي باش كتسهل علينا الليساج ديال الكريم. الا ما كانتش متوفره يمكن لكم تستعملوا اي حاجه تكون بحال هذا الشكل وبحواف حاده بحال المسطره مثلا. وكنستمروا نقادوها ونليسيوها وكل ما كان عندنا شي فراغات كنحاولوا نعمروا دوك الفراغات بالكريمه بسباتيل وكنعاودوا مره اخرى نليسيوها. وكنستمروا بنفس الطريقه كل مره كنليسيوها بحال هكا. وإلا كانوا فراغات كنعمروهم بالكريمه وكنعاودوا نليسيوها حتى كتولي بشكل مقاد وناعم. الحشو والتغليف ديال الكيك بهذا الحجم ديال 18 سنتيم احتاجيت لتر ديال الكريم فريش وجوج بيرلي. وغادي نخلي لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. وانا غادي نحاول نخلي الحواف اللي كيكونوا من الفوق بارزين بشكل عشوائي بحال هذا الشكل اللي تتشاهدوا. في الاخير الا بقات لينا الكريمه فيها الفقاعات وباش تجينا ناعمه كناخذوا السباتيل تنديروها في الماء سخون ونمسحوها بزيف ونليسيو بها الكريمه بحال هاد الطريقه غير بشويه ونستمروا نديروها عده مرات حتى كنحصلوا على النتيجه اللي بغينا. هنا انا ضفت طبقه من الكريمه من التحت كتجي بارزه شويه على الطبقه الاخرى بحال هاد الشكل اللي تتشاهدوا. كتكون بشكل عشوائي كما كتلاحظوا. وصافي كنليسيوها حتى هي مزيان ونقادوها. وهنا غادي نمشيو
للمرحلة التزيين غادي نديرو الورق الذهبي على الحواف اللي بارزة من الفوق بحال هكا، وتقدروا ديروا حتى الملمع الذهبي مع نقيطة ديال الزيت، وغادي نديروا الورق الذهبي حتى على الحواف اللي بارزة ديال الكريمة من التحت. وهنا غادي نديروا لي بيغل، عقيقات ديال اللؤلؤ قابلة للأكل بأحجام مختلفة، كنديروهم على جوانب وفوق الكيك بشكل عشوائي بحال هكا. طريقة التزيين تتبقى مسألة اختيارية، وتقدروا تزينوا الكيك ديالكم بالشكل اللي بغيتو، انا غير كنشارك معكم الشكل اللي درت. واللمسه الاخيره في التزيين غادي نديرو هاد الفراشات اللي كيجيو في باكيه فيها 12 وحده صغار وكبار، كيتباعوا عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. تنديروهم فوق الكيك وعلى الجوانب الكيك بشكل عشوائي، كيلصقوا مباشره على الكريمه. وها هي اللاير كيك ديالنا بالشكل النهائي ديالها، كتجي غزاله الروعه، صالحه لجميع المناسبات. وتنتمنى يعجبكم الشكل اللي اختاريت اليوم وتجربوه، وبصحه وراحه، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.